بص يا حبيبي، المصنع بتاعي اللي هناك ده. ايه ده يا بابا؟ هو انت بنيت مصنع هنا بيرمي على المية دي؟ ايوه يا سيمبا، انا بنيت المصنع بتاعي هنا. طب ليه يا بابا؟ انت كده هتلوث المية لو رميت النفايات بتاعت المصنع دي هنا. ما تقلقش يا سيمبا يا حبيبي، مش هلوث المية ولا حاجة. لا يا بابا، ما ينفعش ما ينفعش. ما تقلقش، انا مش هرمي النفايات هنا، وحتى لو هرميها هبقى اصفيها الاول عشان الاسماك. ماشي يا بابا، بس خلي بالك، انا قلتلك وحذرتك. اه يعني اه. ايه ده؟ ايه صوت الاسماك اللي بتتوجع دي؟ انا لازم اروح اشوفها واشوف هي مالها، فيها ايه. ايه يا سمكة، مالك بتتوجعي كده ليه؟ المصنع اللي هنا يا اقوى مان بيرمي النفايات بتاعته علينا وبيأذينا وبيضرنا، واحنا مش عارفين نعمل ايه. الاسماك الصغيرة كلها بتموت، واحنا تعبانين قوي قوي من النفايات دي. المصنع ده، طب تعرفوا هو مصنع مين؟ لا، احنا مش عارفين حاجة. طيب انا هتصرف. يا ملك الغابة، يا ملك الغابة. ايوه يا اقوى مان، في ايه؟ ان ما تعرفش مين صاحب المصنع اللي هناك ده؟ ايوه، ده المصنع بتاعي الجديد. المصنع بتاعك الجديد؟ ليه، هو في مشكلة ولا حاجة يا اقوى مان؟ ايوه، المصنع بيرمي المخلفات بتاعته في المية، والمية بتتلوث وبتأذي الاسماك، وكده الاسماك كلها هتموت. ايه؟ الاسماك هتموت؟ بس انا ما كنتش اعرف. وما تقلقش ما تقلقش، احنا هنعالج الموضوع. هتعالجه ازاي وامتى؟ مش عارف، بس لما اتصرف هقولك. الظاهر ان انا اللي هتصرف يا ملك الغابة. اهلا يا ساحرة. اهلا يا اقوى مان، خير في حاجة؟ انا عارف ان انتي ساحرة طيبة ومش بتأذي حد، بس انا هطلب منك طلب علشان ننقذ الاسماك اللي في المية. ايه هو الطلب ده يا اقوى مان؟ انا عايزك تعملي لي تركيبة تحول ملك الغابة لسمكة، علشان يعيش في المية دي ويعرف الاسماك بتتضر وبتتأذى ازاي. ايه؟ عايز تحول ملك الغابة لسمكة؟ ايوه، اعملي اللي بقولك عليه وبعدين هنبقى نرجعه تاني. طيب. خد، ادي التركيبة دي، اول ما يشربها هتحوله لسمكة فورا. تمام، شكرا. اهلا يا اقوى مان، خير في حاجة؟ لا، مفيش حاجة يا ملك الغابة، انا قلت هيك اشرب معاك شوية عصير. ايه ده بجد؟ ده عصير البرتقال اللي انا بحبه. ايوه يا ملك الغابة، ده العصير اللي انت بتحبه، اتفضل اشرب. ايه ده؟ ايه ده؟ انا ايه اللي حصل لي؟ انا بقيت سمكة، انا مش قادر اخد نفسي، مش قادر. ما تقلقش، انا هحطك في المية دلوقتي حالا. ايه ده؟ ايه ده؟ انت وجبتني في المية هنا؟ ايوه، عشان تعيش زي الاسماك وتشوف هما بيتأذوا ازاي من التلوث اللي انت بتحطه من مخلفات المصنع بتاعك. اهلا يا اقوى مان. اهلا يا سيمبا. هو بابا كان هنا يا اقوى مان، ما تعرفش هو راح فين؟ ايوه انا عارف، انا حولته لسمكة وخليته يعيش في المية الملوثة دي اللي هو بيرمي فيها المخلفات بتاعته عشان يحس بالاسماك. ايه اللي انت بتقوله ده يا اقوى مان؟ رجعني بابا تاني لو سمحت، انا عايزه يرجع تاني. ماشي، مش قبل ما يتعلم الدرس. بابا يا بابا، انت فين؟ انت رحت فين؟ انا هنا يا سيمبا يا حبيبي. المية دي ملوثة وانا كده هموت، انا عايز ارجع لطبيعتي تاني. حاضر يا بابا، اقوى مان هيرجعك حالا. يلا يا اقوى مان، لو سمحت رجعلي بابا تاني. ماشي يا سيمبا، هرجعه تاني. اتفضل اشرب من المحلول ده. اتمنى تكون اتعلمت الدرس وعرفت ان النفايات دي فعلا بتأثر على الاسماك وبتلوث المية. انا خلاص حرمت ومش هرمي النفايات تاني في المية يا اكوامان. ايوه يا ملك الغابة، احنا لازم نحافظ على سلامة المية وما نرميش فيها اي نفايات تاني ولا اي مهملات، عشان كده بنضر الاسماك اللي احنا بناكلها وبتموت كلها.
عندك حق يا أقوى. المفروض ان احنا نحافظ على المية نظيفة، وانا مش هرمي نفايات في المية تاني ابدا. شكرا لنصيحتك دي.